من اكبر واكتر المشاكل اللي بتواجه البنات هي مشكله جلد الوزه، ومعظم البنات فاكرين انها مشكله ما بتتحلش. انا عايزه اقول لكم المشكله دي بتتحل بسهوله جدا جدا. هقول لك الخطوات دلوقتي، ولما تعمليها هتتفاجئي بالنتيجه. لازم الاول تفهمي يعني ايه جلد الوزه. عارفين البشره بتاعه الساق او اعلى الذراعين بتبقى كده محببه وفيها حبوب كده. الحبوب دي اصلا بيكون سببها تراكم الكيراتين على البشره، فبتعمل كده بامبس او بتعمل زي حبوب، فبيكون حلها بالتقشير والترطيب. طيب انا اخترت لكم النهارده حاجات سهله جدا تعملوها بمنتهى السهوله، منتجات تجيبوها من الصيدليه هتحل لكم المشكله دي. لو التزمتي هتحلها في ظرف اسبوعين كده. زي ما قلت لكم اهم حاجه ان احنا نقضي على جلد الوزه هي التقشير علشان نشيل تراكمات الجلد دي. فاحلى حاجه ممكن تستخدميها وهتلاقيها في الصيدليه هي الكريم بتاع اكريتين، تستخدميه على المكان المصاب بجلد الوزه بالليل، بس لازم تكون البشره نظيفه. ولما تقومي تاني يوم بتغسلي المنطقه دي وبتستخدمي مرطب يكون تقيل يرطب كويس جدا وما يكونش بريحه، ويستحسن يكون طبي. انا اخترت لك النهارده المرطب ده من بيوركس اللي هو مويست 1، لان هو ترطيبه عالي جدا وكمان فيه ماده اليوريا، فبيرطب وبيقشر وفي نفس الوقت طبي، مش هيسبب لك اي حساسيه. لو عملتي كده كل يوم لمده اسبوع او اسبوعين اوعدك ان مشكله الوزه هتروح منك تماما. حاجه بقى مهمه جدا 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 لو عملتيها هتقضيلك على المشكله دي، وكمان ليها ايفكتس حلوه جدا على الجسم، زي ان انت تشيلي السليولايت وتجري الدوره الدمويه في جسمك، هي ان انت تستخدمي الدراي براش او التقشير الجاف. الدراي براش اللي معايا دي من ماركه لوكال اسمها اورا ناتشورال سيكريتس، تقدري ان انت تستخدميها وسهله جدا في المسك. طريقه الدراي براش سهله جدا، اهم حاجه ان انت تبتدي من الجسم لتحت وتسحبي كده بحركات زي يعني عموديه من تحت لفوق، وعند المفاصل حركات دائريه هتخلي جسمك ناعم جدا، والاماكن اللي فيها جلد الوزه هتختفي تماما. يبقى احنا كده عرفنا ان اهم حاجه ان احنا نقضي على جلد الوزه ان احنا نقشر ونرطب، والتقشير بالكريمات يكون بالليل، انما التقشير الجاف احسن وقت ليه اول ما تصحي الصبح تكون بشرتك نظيفه بس جافه، وتبتدي ان انت تقشري المكان اللي مصاب بجلد الوزه يوميا، هتلاقي فرق رهيب. حاجه تانية برضو ممكن تعمليها بس بتفرق جدا، هو ان انت في كل شاور تعملي سكراب سهل جدا تقدري تعمليه في البيت، سواء بالقهوه والعسل او القهوه والزيت، والقهوه كمان بتشد الجسم، فهيكون حلو جدا جدا على المدى الطويل مع جلد الوزه. جايبالك بقى حل سريع لو انت بتكسلي تعملي روتين الصبح وروتين بالليل للمنطقه اللي مصابه بجلد الوزه، وهو برودكت بيجمع لك بين التقشير والترطيب وبيقضي فعلا على جلد الوزه في وقت ملحوظ جدا. والبرودكت ده من ازيز فارما، تقدري تلاقيه بمنتهى السهوله في الصيدليه، وهو سيكاليا AHA. تستخدميه بالليل ويستحسن تلفي رجلك شويه كده بستريتش علشان يتشرب الكريم كويس جدا. في 10 ايام هتلاقي المشكله ان شاء الله راحت تمام. دلوقتي بقى هقولك نصايح تعمليها علشان تتاكدي ان جلد الوزه ما يرجعلكيش تاني حتى لو انتي بطلتي العلاج بتاعها. اول حاجه انا عايزاكي تحرصي دايما ان انتي تقشري او تعملي سكراب وانتي بتاخدي شاور، لان المسام بتبقى مفتوحه والبخار بتاع الميه يخلي المسام مفتوحه ويدوب الجلد الميت، فاحسن وقت ان انتي تعملي سكراب هو وانتي في الشاور. طرق ازاله الشعر بتلعب دور جامد جدا في رجوع جلد الوزه، وللاسف الواكس او السويت او الطرق الاعتياديه بتزود جلد الوزه، واحسن طريقه ان انتي تعملي بيها ازاله شعر علشان ما ترجعيش جلد الوزه تاني هي الشيفنج. واختاري مثلا شفرات يكون فيها جل علشان تبقى حنينه على البشره. برضو من اكبر المشاكل اللي بترجع جلد الوزه هي المرطبات بتاعه الجسم اللي فيها عطور، بتسبب حساسيه للبشره وكمان بتزود مشكله جلد الوزه. فاحرصي دايما ان اللوشن اللي بتستخدميه يكون لوشن خفيف وبيرطب، مثلا فيه ماده زي اليوريا تقشر معاكي وما يكونش فيه عطور خالص. وبكده نكون اتكلمنا على مشكله جلد الوزه، ليه هي بتصغر وازاي ان احنا نقضي عليها، وازاي كمان نعمل مينتننس لبشرتنا عشان جلد الوزه ما يرجعش تاني. ولو عندك اي اسئله سيبيها في كومنت، وما تنسيش تعملي شير عشان صاحبتك تستفيد.